السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى تكونوا بخير وفي أفضل حال. أنا آية من قناة يلا نجرب ليتس تراي. وصفتنا النهاردة الماربل كيك، ألذ وأسهل كيكة ممكن تجربوها، أحلى كيكة ممكن تاكليها مع كوباية الشاي. كيكة الماربل كيك كيكة كده خطيرة. فيلا بينا نشوف الطريقة، توكلنا على الله. أولا الكيكة دي أنا هعمل مقدارين من الكيكة، يعني تقدري تقسمي المكونات وتعملي مقدار واحد بس من الكيكة. في بولة نزلت بأربع بيضات بدرجة حرارة الغرفة، هنزل عليهم بكوب ونص من السكر، معلقة كبيرة من الفانيليا. تقدري تستخدمي المضرب الكهربائي او اليدوي او في الخلاط زي ما تحبي. المهم تضربي البيض مع السكر كويس جدا لحد ما السكر يدوب تماما والخليط يكون لونه افتح معاكي بالشكل ده. تقريبا هياخد معاكي 4 دقايق. معايا كوبايه الا ربع من الزيت، هتنزلي بيها بالتدريج، هتخفقي كويس جدا لحد ما الزيت يندمج كويس مع بقيه المكونات. نزلت بمعلقه كبيره من السمنه، بتفرق في طعم وريحه الكيكه جدا. طب لو مش هتستخدمي سمنه ممكن تستخدمي معلقه كبيره من الزبده او 2 معلقه كبيره من الزيت، يعني الكميه كلها تبقى زيت. نزلت عليهم ب2 معلقه كبيره من الزبادي، هتخفقي المكونات مع بعض كويس جدا. معايا 3 اكواب من الدقيق، مش بتنزلي بالدقيق كل مره واحده، بتنزلي بيه بالتدريج. يعني تقريبا هنزل بالدقيق على 3 مرات. نزلت على الدقيق ب2 معلقه كبيره من البيكنج باودر. هتنخلي المواد الجافه كويس جدا. هتقلبي الدقيق مع الخليط لحد ما يختفي تماما. بعد كده هتنزلي بالمجموعة التانية من الدقيق وهتقلبيها برضو كويس جدا. قبل ما تنزلي باخر جزء من الدقيق هننزل بالحليب. معايا كوباية الا ربع من الحليب الدافي، هتنزلي بيه بالشكل ده. هتقلبيه مع الخليط وبعد كده تنزلي باخر جزء من الدقيق. ملحوظة انت ممكن ما تستخدميش الزبادي لو مش متاح عندك وتستخدمي الكمية كلها حليب، يعني تستخدمي كوب كامل من الحليب الدافي. قوام الخليط بيكون وسط، ولا هو خفيف قوي ولا هو تقيل. بالسباتولا بتقلبي من تحت لفوق علشان تتأكدي ان الدقيق اتقلب كويس مع بقية المكونات. هتاخدي تقريبا كوب من الخليط. فكرة الماربل كيك ان هي بتبقى ميكس بين كيك الفانيليا وكيك الشوكولاتة، لكن تقدري تعمليها كلها فانيليا زي ما تحبي. الكوباية اللي انا اخدتها نزلت عليها ب2 معلقة كبيرة من الكاكاو الخام، بتنخليهم علشان مبقاش فيها اي تكتلات. ونزلت بمعلقة صغيرة من القهوة سريعة الذوبان. تنزلي بمعلقة كبيرة من الحليب وتقلبي. لو لقيتي الخليط تقيل معاكي قوي ممكن تزودي معلقة حليب كمان. خليط الشوكولاته بقى جاهز معانا. انا هنا كنت افتكرت ان انا منزلتش برشه الملح فضفتها على خليط الفانيليا. استخدمت صينيه مقاس 28 في 28. انا مش عايزه الكيكه تكون معايا سميكه قوي، لكن لو انت عايزاها تكون سميكه تستخدمي مقاس اصغر. دهنتها كويس بالسمنه، تقدري تدهنيها بالزبده او الزيت، بس ما بتدهنيها بالسمنه بتفرق جدا في الطعم وفي الريحه. بتوزعي الخليط كويس علشان تبقى الكيكه كلها مستويه وسوا واحد. بتخبطيها خبطتين عشان تستوي اكتر وتخرجي منها اي هوا زياده. بعد كده بمعلقة بتوزعي خليط الشوكولاتة زي ما انا بعمل كده. انا استخدمت معلقة الايس كريم علشان اوزع بكمية متساوية. ميزة الماربل كيك ان انتي بتوزعي خليط الشوكولاتة بطريقة عشوائية عشان تاخدي الشكل الاخير ده، بيديكي شكل حلو قوي. بعد كده بتستخدمي اي حاجة رفيعة، عصاية رفيعة، سكينة رفيعة، وتبتدي تلفي بشكل دائري زي ما انا بعمل كده بالظبط. بالنسبة للتسوية، في فرن ساخن مسبقة على درجة حرارة 180 بتدخليها في الرف الأوسط. بتكوني مشغلة فرن فقط. بتاخد تقريبا معاكي من 25 ل30 دقيقة، وممكن تحتاجي تفتحي عليها الشواية آخر دقيقة. لكن لو عاملاها في صينية أصغر ممكن تاخد معاكي 45 دقيقة. بتختلف المدة حسب حجم وسمك الصينية اللي انتي هتعملي فيها الكيكة. الكيكة أخدت معايا تقريبا 30 دقيقة وفتحت عليها الشواية آخر دقيقة. يفضل ان انتي تقطعي الكيكة بعد ما بتبرد، بس بصراحة أنا ما قدرتش استنى عليها، ريحتها كانت خطيرة. الكيكة طالعة طرية وهشة جدا وريحتها بجد خطيرة. يلا جربوها واستنى رأيكم في التعليقات. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش. أسيبكم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.